كشف مصدر مسؤول مقرب من ملف التحقيق مع معتقل الريف أن عددا من المعتقلين والفارين في حراك الحسيمة متورطون في قضية التخابر مع جهات أجنبية غرضها تحويل المغرب إلى يمن ثان. وأشار المصدر ذاته أن المحققين تنصتوا على المكالمات الهاتفية بأمر من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة التي أكدت أنه لا مجال للشك في تورطهم في محاولة زعزعة استقرار البلاد. وأضاف المصدر الأمني نفسه فضل عدم ذكر اسمه لليوم 24 أن التعليمات التي أصدرها الوكيل العام للملك بالحسيمة لا تزال سارية بخصوص تتبع واعتقال المتورطين في حراك الريف، وأن مجموعتين من المعتقلين لا يزال التحقيق معهما جاريا في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. هذا ونفى كل المعتقلين على خلفية حراك الريف أي علاقة لهم بالخارج خلال التحقيقات الجارية معهم، مؤكدين أن خروجهم للشارع سببه مطالب اجتماعية صرفة. شكرا لكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.